انسوا لي عباس وتعالوا أعرفكم على سحر أقوى، السحر الأبيض. وقبل ما نبدأ الفيديو اللايك والكومنت والشير كلش ضروري، لا تنسوهن. سنة بالخريف أشتري كبسول اسمه كبسول البروبايوتيك هذا، وآخذه لمدة شهر. هذا البروبايوتيك يدعم صحة الجهاز الهضمي، ومثل ما تعرفون كل الأمراض تبدأ من الجهاز الهضمي. ما كانت عندكم بكتيريا نافعة بالجهاز الهضمي هي راح تكون الخط الدفاعي الأول ضد أي فيروسات، خصوصا بهذا الموسم. هذا البروبايوتيك عادة سعره يكون غالي، فقررت انه ابحث عن اشياء بيها بروبايوتيك بطريقة اقدر استهلكها استهلاك يومي وما بيها اي اعراض جانبية. افضل خيار هو لبن الكفير، وحابة اليوم اعرفكم عن فوائد لبن الكفير. تعالوا خلينا نسمع دكتور برج شنو قال عنها. Kefir has everything to do with the benefit of lactic acid and the benefit of lactic acid bacteria. So this allows you to digest lactose a lot better. Lactose is milk sugar. It helps with regular bowel movements, and especially to avoid getting constipated. It also helps fight against pathogens. It decreases inflammation. It increases the immune system, especially against colds and the flu. It even can help prevent colon cancer and the formation of polyps in the colon. And it can actually help you lose weight. All right, that's on the kefir side where you have lactic acid and lactic acid. الكفير يشبه اللبن العادي، بس طبعا يفوق 5 أضعاف فوائد اللبن العادي، لأن بيه تقريبا 61 بكتيريا وخمائر نافعة. الناس اللي عندهم أكزيما يقدرون يخلون هذا لبن الكفير على مكان الأكزيما، راح تساعد انه تطهر هذا المكان وتسرع شفائه. ايضا الناس اللي يعانون من حب الشباب تقدرون تخلون من لبن الكفير، لان بيه خمائر وبكتيريا نافعه راح يطهر لكم المكان، وراح تشوفون نتائج كلش حلوه.